عذاب اصحابي، العذاب، العذاب الشديد. مين عربي؟ مروكو. احكي شو صار معكم؟ تعدوا علينا، شو نزعوا منا الملابس كلها، اخذوا من النقود، اخذوا من العيش كلها حمينا. شوف شو داروا لينا، حشوم علينا، حشوم علينا. ما هي التعليمات التي أعطيت إليكم؟ لا تساعدوا حدا، لا تكشفوا عن هويتكم. أي حدا حاول يعتدي عليكم بقلب النهر بقلب البلد مو بالمنطق. حاولوا قدر الإمكان إنه تحموا حالكم، نحن ما بنحميكم حماية، أنتوا احموا حالكم. واحد التحقيق اللي دارته قناة الجزيرة في برنامج ما خفي كان أعظم، واللي هو تحقيق صادم في الحقيقة وكيبين لنا الوجه الحقيقي ديال أوروبا. هادو أوروبا اللي كتعطينا الدروس في حقوق الإنسان وكتكرفص على أولادنا وكتلوحهم في البحر. ما غاديش نتكلموا على سبب الهجرة ديال مجموعة من الشباب المغاربة إلى أوروبا وإلى غيرها من الدول. اليوم غادي نتكلموا على جيش الدل الأوروبي، نموذج حرية الإنسان اللي كتغنى بها أوروبا. هذا الجيش المختص في تعنيف المهاجرين، وقت بعضهم كيدخلوا ليه غير اللاجئين اللي حصلوا باغيين يحرقوا في الغابات بين تركيا واليونان، بحيث كيرغموا عليهم انهم ينضموا ليه بالزز وبدون مقابل، والا غادي يحبسوهم لسنوات طويله تقدر تجاوز 30 سنه. هذا الجيش الدور ديالو هو حمايه اوروبا من المهاجرين. بحالاش غادي يقول لي شي واحد، غادي نقول له هاد اللاجئين بالزز عليهم يدخلوا لهذا الجيش وكيعطوهم التعليمات باش يضربوا المهاجرين اللي دخلوا التراب اليوناني وكيلوحوهم في البحر باش يرجعوهم فين جاو، اي من تركيا. هذا الجيش كان دارت عليه الجزيره كما قلت قبل شهرين واحد التحقيق، وهو تحقيق صادم في برنامج كما قلت ما خفي كان أعظم، وكانت شهادات صادمة لمهاجرين عرب لقاو روسهم داخل جيش الظل كيتعداو على خوتهم المهاجرين. هاد أوروبا اللي كتعطينا الدروس حقوق الإنسان كان أولى بها أن تشوف راسها وتنتقد راسها. أولا صحيح أن عندنا حنا بعض التجاوزات وعندنا بعض الأعطاب خاصنا نصحوها، وهذه فرصة نقولها مرة أخرى، خاصنا نصحوا أعطابنا ونوحدوا أبناء هذا الوطن وما نعطوش فرصة لا لأوروبا ولا لغيرها باش تعطينا الدروس ولا تورينا اش نديروا. خاصنا ننتقدوا راسنا نقد ذاتي ونصحوا أخطائنا، وما نحتاجوا لا لأوروبا ولا الجزائر باش يعطونا الدروس ويقولوا لنا اش نديروا، لأنه اليوم حنا مطالبين باش نصحوا الأوضاع الداخلية ديالنا، ومطالبين باش نقراو الواقع ديالنا وننتقدوه بواحد الصورة حقيقية وواحد الصورة موضوعية، ومحتاجين باش نشوف وجهنا في المرآة كما كيقول المثل. اليوم خاصنا نتعاملوا مع هذا الوطن بمنطق آخر، منطق تصحيح الأخطاء. اليوم كل من موقعيه خاصو يخدم هذه البلاد هذه، واليوم حنا كنترجاو وكنطلبوا على أنه هاد الحكومة وهاد المسؤولين وهاد المجالس المنتخبة يصحوا الأعطاب ديالهم ويصحوا التجاوزات اللي عندهم ويمشوا من المغرب بعيد، لأن محتاجين على أن نحن اللي نعطوا الدروس لراسنا ونحن نعطوا الدروس للآخرين. مجال حقوق الإنسان، في مجال الديمقراطية، في مجال البناء الداخلي، مجال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي اليوم كتعرف عنا يعني مجموعة من الاختلالات. اليوم كنقولوها بصريح العبارة، اليوم محتاجين لبناء وطن حقيقي وبناء وطن متماسك، ولن يكون ذلك إلا بتصحيح الأخطاء وإلا بنقد ذاتي حقيقي، وإلا بأن فعلا نعرفوا أخطائنا ونتجاوزوها ونشوفوا كما قلت راسنا وجهنا في المرآة بدون مساحيق. المغرب يحتاج إلى أبنائه، إلى نسائه، يحتاج إلى بناء حقيقي، يحتاج إلى مجموعة من تصحيح مجموعة من الأعطاب، تصحيح مجموعة من الاختلال، ويحتاج فوق هذا وذاك إلى الصراحة الحقيقية، أن نقولوا للوطن ديالنا فين كاين الأخطاء وما نتخباوش وراها وما نخافوش منها. اليوم اللي كيتكلم واللي كينتقد واللي كيبين الأعطاب راه هو مواطن حقيقي وعنده روح الوطنية وعنده غيرة وعنده حرق على هذه البلاد. ما نمشوش نقراوها في تفسيرات أخرى وما نمشوش نعطوها تأويلات أخرى. التأويلات الحقيقية هو على أنه أي مواطن يبغي بلاده خاصو يخدمها، أي مسؤول يبغي بلاده خاصو يخدمها، أي حكومة جات تحكم هذه البلاد خاصها تدير في اعتبارها على أنه كاين
كاين مواطنين اليوم محتاجين لمجموعه من الخدمات، محتاجين باش تغير الواقع ديالو من الواقع هش الى واقع حقيقي. راه جربنا مجموعه من الوصفات داخل هذا الوطن، بارك علينا من تجريب الوصفات. اليوماتيه خاصنا نمشوا ديرك للداء ونعالجوه ونقطعوه من الجدر. تحياتي لكم، السلام عليكم.